بقول للمصريين في الخارج، بلدكم محتاجه لكم، اقفوا مع بلدكم. كل دولار يجي على بلدك عشان تبني مستقبل ابنك. غير على البتاع والمش والجبنه، كنا بناكل شلاولو ملوخيه ناشفه بالملح والليمون. الصراحه الفيلم ده انا شفته استفزني جدا 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 للاعلامي الكبير مصطفى بكري، وطالع طبعا بيناشد الطبقه الكادحه من الناس، ان الناس خلاص انفجرت من قله الفلوس اللي معاها، وطبعا في فصيل كبير جدا من الناس الغلابه والناس الكادحه، هو طالع علشان يقول لهم ابعتوا كل دولار معاكم علشان تقفوا جنب بلدكم. طبعا ما فيش حد في الدنيا بيحب بلده قد الفقير، لان طبعا عارف ان هو البلد لا قدر الله لا قدر الله لو انهارت او وقعت هيموت. لكن حضرتك انت واللي زي حضرتك سواء من الاعلاميين او من الفنانين او من رجال الاعمال، لو البلد لا قدر الله وقعت عادي عنده بلان البلد مليون الف بلد بفلوسه يعيش سلطان زمانه. ولكن الناس الشقيانه والناس التعبانه والناس اللي هي بطلت تاكل طبعا معظم الاكل زي الفراخ اللي هم عملوا اضراب عشان على بطريقه كبيره جدا، حضرتك بتناشد الناس. طب ناشد الاعلاميين، قول للاعلاميين اللي هم معاهم دولارات كتيره جدا بيتقاضوها كل شهر، قول لهم يقفوا جنب بلدهم. ولكن حضراتكم بنشوفوكم بتستعرضوا الوطنيه، ولكن طبعا